السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنعمل مع بعض الفاصوليا الخضراء. اول حاجه انا جبت حله حطيت فيها خليط سمنه وزيت، وبعد كده حطيت بصله مفرومه في الكبه. هبتدي ان انا اقلبها لحد ما لونها يوصل للون الذهبي وتتحمر. خلاص كده البصله اتحمرت معايا، هبتدي ان انا احط عليها عصير طماطم ضرباه في الخلاط واقلبها واسيب الطماطم لحد ما تتسبك. خلاص كده الطماطم اتسبكت معايا وتقلت، هبتدي ان انا احط لها الشوربه. خلاص كده انا بعد ما حطيت الشوربه سبت الشوربه تغلي. لازم اجهز الفاصوليا، هي غسلاها كويس جدا ومقطعاها، شوف كل واحد حجم اللي بيفضله، واكون مقطعه معاها طرنشات توم بالشكل ده. دول تقريبا 5 فصوص توم، وهنزل بيها. وبعد ما احط الفاصوليا كلها اغطيها واسيبها تستوي. وبكده تكون الفاصوليا خلاص استوت معانا. سهله وما فيهاش اي حاجه، طريقتها مش صعبه خالص. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه عشان يوصلكم كل جديد.